السلام عليكم شباب اولى ثانوي. نركز بقى مع بعض. الفيديو بتاعنا ده مهم جدا لامتحان الشهر وحتى لامتحان اخر السنه، فركزوا معايا قوي. هنتكلم بقى المره دي على فكره الموشن عموما، واهم حاجه هنتكلم فيها في فكره الموشن الحاجات اللي احنا المفروض نبقى فاهمينها. طبعا بالنسبه لانواع الموشن عندنا انت عندك نوعين، اللي هي الترانسليشنال موشن، وبالنسبه لده اللي هو جزئيه البريودك موشن. طبعا احنا هنعدي على الموضوع ده بشكل سريع لانه ما بيبقاش موضع اسئله قوي. ترانسليشنال موشن انا اقصد بيها ان الحركه عندي تبقى ما بين 2 بوينت، يا اما ستريت لاين هوريزونتال، يا اما 2 بوينت فيرتيكالي بالشكل ده، يا اما ما بين 2 بوينت بشكل كيرفد باز زي ما احنا شايفين كده. ده المفروض ده شغل الترم الاول بتاعنا، اللي هو الفكره بتاعه الايكويشن اوف موشن وكل الكلام اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. البريودك موشن اللي هي الحركه اللي فيها روتيشن، او فيها ان الجسم بتاعي بيريبيت الموشن بتاعته او بيحرك الموشن بتاعته ماشي في ايكوال انترفال تايم. يعني لو اخد مثلا في اللفه الاولى ثانيه يبقى في لفتين ثانيتين وهكذا. دي اللي هي الحركه اللي موجوده في اليونيفرس عندنا، اللي هي الارث بقى حوالين الصن في الجالاكسي، المون حوالين الارث وهكذا. وده موضوع اكتر الترم التاني ان شاء الله باذن الله. نركز بقى مع بعض كده شويه ونشوف ايه التفاصيل بتاعتنا بالنسبه لفكره الموشن. اهم حاجه في فكره الموشن عندنا اول مفهومين نبقى احنا عارفينهم: الفرق ما بين مفهوم كلمه سبيد والفرق ما بين مفهوم كلمه فيلوسيتي. بص يا اساتذه ببساطه كده عشان دماغنا ما تلفش كتير، زي ما احنا اتعرفنا مع بعض كده في الفيديوهات اللي فاتت على الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت، هنتكلم هنا على الفرق ما بين الفيلوسيتي والسبيد. والفرق بسيط قوي، هو مجرد ان انا الجزئيه بتاعت السبيد دي بالنسبه لي سكيلر. سكيلر يعني المقصد بيها ايه؟ ان انا هتشينج حاجه سكيلر، يبقى اكيد الديستانس ريليتد لمين؟ للتايم. يبقى كده انا ممكن اقول ان الفيلوسيتي بتاعتي هي الريت اوف تشينج اوف ديستانس. طب بالنسبه للفيلوسيتي هي نفس الفكره، بس هقول الريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت ريليتد للتايم. يعني انا بقول ريت اوف تشينج اوف ايه؟ ديسبيسمنت. يبقى الفيلوسيتي بالنسبه لي فيكتور، ماشي الكلام. السبيد بالنسبه لي سكيلر. المهم في الاثنين لازم يكونوا measured باي متر بير سكند. طبعا ده هيرجعنا لمعلومه مهمه انتوا كنتوا سمعتوا عنها قبل كده في اعدادي، لما يكون مديني اليونت بتاعتي كيلو متر بير اور، عشان اقدر اوديها للمتر بير سكند هتكون 5 اوفر 18. كل ده كلام بالنسبه لنا تمام ومفيش فيه اي مشكله. الفكره بقى الاساسيه في ايه، او بدايه اللعب في المسائل او الحاجات اللي بتعمل لنا لف في ايه بالظبط؟ ركزوا بقى معايا كده ونبدا نجمع دماغنا. اولا لما يجي يتعامل معاك مثلا في مساله من المسائل بريليتد لانواع ما ايه؟ الفيلوسيتي او السبيد، ان هما بالنسبه لي يا اما الفيلوسيتي بالنسبه لي يا اما يونيفورم يا اما نون يونيفورم، او ريجولار والريجولار زي ما انتم متعودين تقولوها، او كونستنت وفاريبل، مش فارقه، المهم ان في واحده بتتغير وواحده لا. طيب فكره اليونيفورم ايه؟ ركزوا بقى معايا شويه. اليونيفورم المقصد بيها ان انا باخد نفس الديستنس في نفس التايم. يعني الشكل عندي بيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ديسبيسمنت مثلا ريليتد للتايم. بس هنا بقى في حاجات مهمه لازم تتعودوا عليها. يعني مثلا انا افترض ان ده اوبجكت ايه مثلا وفي اوبجكت تاني بي بالشكل ده، مين فيهم اللي اعلى في الفيلوسيتي؟ من الاخر كده تركز معايا. هو هنا احنا لو حبينا نجيب السلوب الجزء اللي على واي اوفر الاكس، مين اللي على واي؟ الديسبيسمنت اوفر الاكس اللي هي الفي. طب يعني معنى كده ان السلوب بتاع اي لاين من دول في الاخر هيديني في اللي هي الفيلوسيتي. كلام جميل. طيب مين الاعلى في الاسلوب؟ عشان ما توجعوش دماغكم كتير، الاقرب دايما للواي اكسس بيكون هو اللي اعلى في الاسلوب. يعني اللي عامل اعلى انجل مع الاكس اكسس هو اللي بيكون اعلى في الاسلوب عندي. يبقى بالشكل اللي قصادي كده لو ركزنا هنلاقي ان احنا عندنا اسلوب الاي اعلى من اسلوب مين؟ البي. ركزوا معايا قوي في النقطه دي لسبب، لان هي ماسكه الجزء ده وهتفيدنا كتير في دراسه النون يونيفورم كمان فيلوسيتي. يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده لو ركزنا هنلاقي ان الفيلوسيتي على الاي اعلى من الفيلوسيتي اللي على البي، ودي نقطه مهمه جدا. طيب ازاي اقدر اجيب الاسلوب؟ انا لسه قايل سيره الانجل. طب ازاي اقدر اجيب الاسلوب عن طريق الانجل؟ يعني ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده؟ ببساطه خالص انا ممكن اقول هنا مثلا كشكل هنا عشان نبقى فاهمينه. لو انا قلت لك يا عم عندنا هنا ادي، ركزوا معايا كده، عندنا هنا displacement وعندنا هنا time، وبصينا كده على الجزئيه مع بعض وقال لي مثلا ان في ادي اوبجكت اولاني او ادي اوبجكت تاني. الراجل ده عامل لي هنا انجل ولتكن 30، والحته دي مثلا ممكن اقول عليها 30 برضو. لو انا عايز اجيب الفيلوسيتي بتاعت الاوبجكت ايه والفيلوسيتي بتاعت الاوبجكت بي، اولا لما اجي اجيب الفيلوسيتي لازم اعتمد على الانجل مع الاكس اكسس. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اجيب الفيلوسيتي بتاعت البي يبقى هتبقى السلوب بتاعت البي، صح كده؟
وسلوب البي بالنسبه لي كده هي تان الانجل بتاعت البي، يبقى تان انجل البي بكام بقى هنا؟ ايوه 10 على 10، انجل البي هنا بالنسبه لي 30. يبقى كده بالنسبه لي الفيلوسيتي بتاعت البي هي تان ال 30. طب الفيلوسيتي بقى بتاعت الايه، ركزوا معايا، المفروض من اول الايه لغايه الاكس اكسس كده زي ما احنا رسمنا، يعني الانجل كلها. يبقى كده بالنسبه لي الفيلوسيتي بتاعت الايه هتبقى تمثل بالنسبه لي اسلوب برضو مين؟ ايوه الايه، تمام. طب طالما اسلوب الايه يبقى كده هجيبها عن طريق تان بقى مين؟ الانجل كلها على بعض اللي هي هتمثل بالنسبه لي تان 60. ماشي، يبقى دي الطريقه لو انت هتعتمد على الانجل في حساب مين؟ الفيلوسيتي بتاعتك. طيب ازاي بقى جزئيه زي كده بتاعت موضوع الاسلوب والكلام ده كله هيفيدني في دراسه النون يونيفورم فيلوسيتي؟ ركزوا بقى معايا. ببساطه يا شباب، النون يونيفورم فيلوسيتي معناها ان انا الفيلوسيتي بتاعتي فاريبل او بتتغير طول الوقت، وطبعا ده اكتر جزء اكتوال في حياتنا، بس اكتر شكلين هنهتم بيهم شويه في شغلنا لما تكون الفيلوسيتي عامله معايا الشكل ده، او الفيلوسيتي شغاله معايا بالشكل ده كده. تمام، نركز بقى مع بعض شويه. بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده هنلاقي كالاتي. الفيلوسيتي عندي هنا يعني مثلا انا في كل لحظه الفيلوسيتي بتتغير، يعني مثلا لو بصينا على البوينت دي وبصينا على البوينت دي، عشان اقدر احدد الفيلوسيتي عند لحظه معينه، ركزوا بقى معايا في الكلام اللي انا بقوله ده، وبنسميها instantaneous velocity او instant او momentary. بنحسبها ازاي؟ ببساطه برسم تنجنت كده، وبرسم تنجنت كده عند النقطه دي. يبقى انا كده عندي كام فيلوسيتي في الشكل ده؟ تحت هنا v1 وتحت هنا v2. تنجنت يعني ايه؟ انت بتلامس بس الكيرف بتاعك. طب وهعرف الفيلوسيتي زادت ولا قلت ازاي يعني؟ بص ركزوا معايا. انت هتاخد جزء كده x وجزء y، والرسمتين اللي انت رسمتهم هترسم لهم بارل. يعني شايف الفي 1 دي ارسمها كده بارل ليها. الفي 2 اعلى شويه، تعالى من نفس النقطه وارسمها كده. هتلاقي ان الفي 2 اعلى من مين؟ من الفي 1 في السلوب اللي هو اللاين اللي انت عملته. يبقى معنى كده ان انت لما وصلت الفي 2 كانت الفي 2 اعلى، يبقى بالشكل ده على طول الفيلوسيتي ايه؟ انكريز. تمام، الفيلوسيتي بتاعتي هنا انكريز. طيب وطالما الفيلوسيتي انكريز يبقى في حاجه بتغير الفيلوسيتي دي. حاجه بتغير الفيلوسيتي بقى، ركزوا معايا، الحاجه اللي بتغير الفيلوسيتي دي عندي اسمها اكسلريشن. الاكسلريشن دي معناها ان انا بشوف الفيلوسيتي كانت كام وبقت كام. بقت يعني فاينل، يبقى الفي فاينل بالنسبه لي ماينس اللي ابتدى بيها اللي هي الانيشال، يبقى الفي انيشال بالنسبه لي كل ده اوفر مين؟ التايم. يبقى ده الرول المهم اللي انا بحسب بيه الاكسلريشن. بالشكل اللي قصادي كده الفيلوسيتي بتزيد، يعني الفي 2 اللي هي الفاينل اعلى، يبقى كده الاكسلريشن في الوضع ده اكسلريشن بوزيتيف، بتزيد يعني. تمام، بتزود قصدي الفيلوسيتي. طب كلام جميل. انا ممكن ارسمها عادي جدا بشكل بسيط قوي واروح راسمها بشكل تاني مختلف. اقول له يا عم ده فيلوسيتي مع التايم، والفيلوسيتي بتاعتك بتزيد يعني هتطلع بشكل كده يونيفورم. ومبدئيا في دراستنا احنا ما عندناش غير الاكسلريشن اليونيفورم. نركز بقى مع بعض الناحيه التانيه ونحاول نعمل نفس القصه ونشوف اذا كانت الفيلوسيتي بتاعتي هتنكريز ولا هتديكريز ولا ايه اللي هيتم بالظبط. بصوا يا شباب، برضو بوينت هنا وارسم تنجنت، وبوينت تانية هنا وهرسم تنجنت، واشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. برضو هعمل خط كده بسيط لاكس والواي. ماشي، الجزء ده طالع كده الفي 1 اهي والفي 2 اهي. ممكن نغير لون الفي 1 اهو. ماشي، يبقى الفي 1 طالع كده بالشكل ده. تمام، الفي 2 لا ده اقل شويه، انا برسم بارل ليه. يبقى الفي 1 اهو، ده الفي 2 اهو. طيب يبقى ايه ده الفي 2 اقل، يعني معنى كده ان الفيلوسيتي بالشكل ده اللي بيحصل لها ممتاز اللي قال ديكريز. ديكريز يعني معنى كلامي ان انا لو جيت قلت الاكسلريشن هنا هلاقيها عباره عن ايه بقى؟ الاكسلريشن لو ركزنا برضو فاينل، نفس القانون، ماينس الانيشال اوفر التايم، بس المره دي ده الفيلوسيتي في الحاله الثانيه اقل، يعني معنى كده الاكسلريشن بتاعتي دي اكسلريشن نيجاتيف. لما باجي ارسمها بقى كجراف، ركزوا بقى معايا عشان دايما ازمه الشابتر ده في حته الجرافات. الفيلوسيتي اهي وادي التايم اهو، بقول انها بتقل يونيفورمالي او ديسيلريشن. كلمه ديسيلريشن اقصد بيها ان الاكسلريشن بتاعتي نيجاتيف. يبقى ببساطه يا شباب نبقى فاهمين الفرق ما بين الاتنين، وكده بشكل بسيط احنا ممكن نظبط الدنيا بتاعتنا حتى الجرافات دي بشكل سهل قوي. ازاي؟ بصوا يا شباب معايا. يعني مثلا انا لو جيت مثلا رسمت لك رسمه بالشكل ده كده، ادي ديستانس وادي تايم، وحطيت لك الشكل كده ماشي، ورسمت نفس الرسمه دي توأمها بالشكل ده فيلوسيتي مع التايم وعملتها لك كده ماشي، وبعدين عملت مثلا شكل زي اللي انت شايفه ده كده قصادك، ركزوا معايا. ديستانس على التايم ورحت راسمها كده.
وهنا فيلوسيتي مع التايم ورحت راسمها كده. ايه المسميات بتاعت كل حاجه من دول؟ مبدئيا ده الاوبجكت ات ريست لان الديستانس بتاعته ما اتغيرتش اصلا، يعني مفيش فيلوسيتي من اساسه، يعني الفيلوسيتي ايكوال كام؟ زيرو. طب بالشكل ده الفيلوسيتي ثابته بس موجوده، بس ليها رقم، يبقى كده الفيلوسيتي كونستانت. كونستانت يعني يونيفورم، صح كده؟ طب ما كده مفيش حاجه اتغيرت الفيلوسيتي، مين اللي بيغير؟ الاكسلريشن، يبقى الاكسلريشن زيرو. ممتاز. هنا الفيلوسيتي موجوده بس يونيفورم عشان الديستانس بتتغير بنفس الريت كل شويه، يعني بالشكل اللي قصادي ده هتكون الفيلوسيتي دي ايه؟ يونيفورم، صح الكلام؟ ماشي. فيلوسيتي يونيفورم يعني هي برضو الاكسلريشن بتاعتها برضو بكام؟ بزيرو. تمام. هنا هنقول ان الفيلوسيتي بتزيد يونيفورم، بتزيد يونيفورم يعني الفيلوسيتي انكريز. طب طالما الفيلوسيتي انكريز يبقى الاكسلريشن في حاله زي كده ايكوال ايه؟ ايوه ممتاز، اللي قال ايكوال بوزيتيف فاليو يونيفورم اكسلريشن في البوزيتيف لانها بتزود. طيب ممكن في مساله يعني يديني ميكس ما بين اكتر من شكل مع بعض، عادي بيحصل جدا، ونركز. بصوا معايا كده. لو انا جيت مثلا رسمت لكم رسمه زي اللي احنا هنرسمها دلوقتي دي، طالع حاجه بالشكل ده كده، بعد كده ثبتها لي كده بالشكل ده، وبعد كده عمل لي الجزء ده كده، وقال لي يا عم ان انت لغايه النقطه دي مثلا هنسميها B ودي A، وهنا دي النقطه دي مثلا نسميها C، والنقطه دي مثلا ولتكن نسميها D، ونركز. هنشوف كده مع بعض ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. اولا لو بصينا كده على الفتره بتاعتي ده التايم، وده مثلا يا عم هنقول ان هو الديستانس. الفتره بتاعت التايم دي والفتره بتاعت التايم دي انهي اللي اكبر؟ لو جينا كده بصينا، ركزوا معايا عشان دي هتحل معاكم مسائل كتير جدا. الجزء في الفتره بتاعت التايم من ال بي، هلاقي من ال بي التايم بتاعها اقل من التايم بتاع مين؟ من السي دي الفتره دي. ايه ده، هو ده هيفرق؟ طبعا. ليه بقى؟ لان معنى ان التايم بالنسبه لي زاد يبقى اكيد الفيلوسيتي هتقل. اشمعنى؟ لان الفيلوسيتي ديستانس اوفر التايم. التايم بتاعي زاد يبقى انا كده الفاليو بتاعت الفيلوسيتي قلت. يبقى اول حاجه انا استفدتها من قصادي كده ان الفاليو بتاعت الفيلوسيتي بتاعت مين يا عم؟ الفاليو بتاعت الفيلوسيتي من سي لدي اقل من الفاليو بتاعت الفيلوسيتي من ال بي، ودي نقطه مهمه ممكن يسالك فيها كتير. يبقى الفكره كلها ان انت بتبص على فرق التايم بتاعك. هنا البوينت اللي هنا دي موجوده بالنسبه لك از ايه؟ ديستانس، او يمثل بالنسبه لك ريست. طيب طالما كده بالنسبه لك دي حاله ريست، يبقى في حاله الريست دي الفيلوسيتي بتاعتك هتكون ايكوال كام؟ زيرو. 10 على 10 الفيلوسيتي في حاله زي كده هتكون ايكوال ايه؟ زيرو. تمام. طيب نقطه كمان برضو مهمه، هي لازم الرسمه تبقى بشكل كده من غير ارقام؟ لا عادي، ممكن تطلع معانا بارقام عادي. ركزوا كده معايا. مثلا انا عندي هنا فيلوسيتي بالشكل ده، ولغايه هنا مثلا يا عم 2 سكند. تمام. والراجل ده وقف هنا عند ديستانس ولتكن 10، ونقول ان هو بعد كده غير شكل الحركه بتاعته شويه، وصل عند ديستانس هنا تاني ولتكن 15 يا عم. وهنا عندنا النقطه دي ادي بي، وادي النقطه دي سي مثلا. وهنا هنقول ان التايم هنا في المره دي بقى كام مثلا؟ وليكن 6 سكند. ماشي. ودي البوينت ايه، وانا عايز منك الفيلوسيتي في كل واحده من دول. يبقى هنقول ان الفيلوسيتي بتاعتي ايكوال، نركز، الفيلوسيتي بتاعتي اللي هي ايكوال ادي 10 تمام اوفر مين؟ ال2 10 على 10. يبقى الفيلوسيتي بتاعتي اللي هي 10 اوفر ال2 دي هتمثل بالنسبه لي 5 متر بسكند. انا جبتها منين؟ ادي 10 بالنسبه لي هي كانت عند 0 وبقت عند 10 واخدت تايم 2. طيب الفيلوسيتي الثانيه من الجزء ده اللي هي من 10 لغايه 15، يبقى هقول ان انا الفيلوسيتي عندي المفروض اعرف الفرق بقى من 15 ل 10 يعني هو 5، صح كده؟ الكلام ده في تايم قد ايه؟ من 2 لغايه 6. يبقى 5 اوفر، نركز بقى، ايوه 5 اوفر مين؟ ال4 10 على 10. يبقى ده كده يمثل بالنسبه لي الفيلوسيتي في الحاله الايه؟ الثانيه، ومتر برضو بير سكند. سواء دي الاكسلريشن في الاثنين ايكوال زيرو. ليه بقى؟ لان في الاثنين الحركه بتاعتي مرسومه في شكل ستريت لاين زي ما احنا شايفين كده. لكن لو انا جلست عليك مثلا وجيت قلت لك في الجزئيه دي فرضا، يعني ركزوا معايا، ان انا قلت لك لا يا عم ده من بي لسي عامل كده. ده الكيرف اللي احنا كنا رسمناه لما كانت الفيلوسيتي ايه اللي بيحصل لها؟
بالديكريز، يبقى برضو دي معلومه نبقى واخدين بالنا منها. يبقى كده الاكسلريشن لو رسمتها كده هتمثل بالنسبه لي اكسلريشن نيجاتيف. يبقى برضو تبقى انت مركز، انا بحاول اشرح لكم كل حاجه على نفس الرسم بحيث ان انتوا تبقوا لاقطين. طب نفترض ان هو لا ما قاليش كده، قال لي لا يا عم ده انا هرسم من فين لفين، هرسم من البي للسي كده مثلا بالشكل ده، ركزوا معايا، هرسمها من البي للسي بس يبقى الكيرف عامل كده. طب ما انا لو رسمتها بالكيرف عامل كده يبقى الفيلوسيتي في حاله زي كده هتبقى انكريز اللي احنا قلناها في اول الشرح، انكريز يبقى الاكسلريشن بتاعتي هتبقى بوزيتيف. يبقى ناخد بالنا من الميكسات اللي ممكن يعملها في اسئله زي كده. تمام. بصوا يا شباب، الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى في خلال يومين من دلوقتي، ده هنتكلم فيه بقى على الايكويشن اوف موشن، تركزوا فيها قوي لانها هتفرق معاكم كتير قوي في الامتحان بتاع الشهر اللي جاي، وهيبقى الفيديو اغلبه حل مسائل، مش هنركز على شرح اكتر ما هنركز على حل المسائل اكتر عشان انتوا تبقوا جاهزين ان شاء الله باذن الله للامتحان بتاع شهر نوفمبر. وان شاء الله ربنا يسهل ويعديه لكم على خير، وكده كده مبدئيا الامتحانات الشهر بتيجي سهله فما تقلقوش.